بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة عمل الطعمية او الفلافل. هنعمل العجينة بتاعتها في البيت بطريقة سهلة جدا، حلوة جدا وموفرة جدا. هتطلع معانا كمية كبيرة. هتعمليها في البيت بكل بساطة وبكل سهولة، مفيش فيها أي افتكاسات ولا أي تعقيدات. هتبقى حلوة وهترمي معاكي كمية كبيرة وهتوفر معاكي. عايزة أقولك بتبقى حلوة، وبعدين هي سهلة يعني. انتي ممكن تسهل ان انت هتعمليها سواء على الكبة أو على الخلاط، وهقولك على الطريقة. هتبقى يعني احنا بتبقى مشكلتنا ازاي هنفرمها، ازاي هنعمل عجينتها. لا، هتقدري تعمليها. ودلوقتي كيس العجينة بقينا بنجيبه غالي جدا، ولو حبينا نجيب الطعمية جاهزة بتبقى برضو غالية جدا. فاحنا الله المستعان، فاحنا هنعملها في البيت بكل سهولة وبكل بساطة. اول حاجة جبت كمية الفول المدشوش بتاعتي. براحتك، عايزة تعملي كيلو 2 كيلو نص كيلو، الكمية دي براحتك وبترجع لك انت. حطيت عليها مية، لو فيها اي حاجة طبعا بتنقيها. وبعد كده حطيت عليها مية وسيبيها اقل حاجة 6 ساعات، يعني انقعيها في المية 6 ساعات. انا عملتها بالليل بس، يعني نقعتها بالليل متاخر، وحطيت وسبتها لغايه الصبح، والصبح صفيت عليها الميه زي ما انت شايفه كده. وهبدا اعملها. طيب هتمسكي حبايه الفول، هتحسي ان هي بتتكسر، يعني لما تضغطي عليها بتتكسر معاكي بكل سهوله. كده خلاص الفول معاكي جاهز، واتنقع كويس وتشرب الميه بتاعته كويس، علشان لما تيجي تفرميه يبقى معاكي ناعم وينعم معاكي بسرعه. الاضافات بقى اللي احنا هنحطها عليه حاجات بسيطة جدا وموجودة ان شاء الله في كل بيت. بصلة. حجم البصلة طبعا ده بيرجع لكمية الفول اللي انتي حطوها. انا دي كانت عندي بصلة يعني كبيرة، لان كمية الفول كانت كبيرة. كيلو الفول المدشوش عايزة اقول لكم حاليا ب40 جنيه. يعني تقدري تجيبي وتعملي كمية كويسة جدا وتحطيها في الفريزر طول الصيف، يبقى عندك الطعمية بتاعتك وما تشيليش هم بقى فطار. بالليل في العشاء للولاد، يبقى ما تبقاش شايله اي هم، وخصوصا ان احنا في الاجازه وهم بيطلبوا وقت في اي وقت الاكل. وبتبقى يعني لا لسه هنروح ننزل نجيب مش عارفه الكلام ده كله، لا هتبقى عندك في الفريزر، هتسحبي منها وتعملي تقليها على طول. حطيت زي ما قلت لكم البصله، وحطيت كام فص، قشرت كام فص من الثوم وحطيتهم، والكرات المصري بتاعنا العادي خالص. طيب لو مش عارفه تجيبي الكرات او مش متوفر عندك او مش موجود، هتعملي ايه؟ مفيش مشكله. ممكن لو عندك الكزبره الخضراء اللي بتيجي مع الشبت دي، حطي كام عود بس ما تكتريش عشان العجينه ما تسمرش معاكي. انا حتى الكرات برضو مش بكتره علشان العجينه بتاعتي ما تسمرش معايا. بس لو انت من الناس اللي بتحب تحط الخضرة على الطعمية كتير، خلاص براحتك، دي أذواق. هي الفكرة ان انت كل ما بتكتري الخضرة على العجينة بتغمق معاكي اللون اكتر في القلي. يعني كل ما بتكتري الخضرة بتاعتها وانتي على الخلطة اللي انتي حطيتيها دلوقتي، هي بعد كده في القلية بتاعتها في الزيت بتديكي درجة اللون اغمق. كل ما هتقللي الخضرة هتدي معاكي طبعا اللون افتح. فدي براحتك انتي، دي اذواق. انا جبتها وحطيتها في قلبت طبعا الحاجات كلها مع بعض، الثوم مع الفلفل لا مفيش فلفل، البصل مع الثوم مع الكرات على على الفول المدشوش، وقلبتهم مع بعض كويس، وخدت منهم في الكبة بتاعتي، وحطيت عليها شوية مية. كمية المية اللي انت هتحطيها لغاية ما الكبة او الخلاط تمشي معاكي. يعني انت عادي ممكن تضربيها في الخلاط عادي، بس زودي كمية المية شوية علشان تساعد الخلاط انه يمشي وما يتحرقش منك، خلي بالك عليها. ومن وقت للتاني بتفتحي عليها وتنزلي الجوانب بتاعتها، وتضربي تاني، تنزلي الجوانب وتضربي تاني، واخلطي بقى بالمعلقة كده، جيبي اللي تحت فوق واللي فوق تحت. طب عشان ما نتوهش من بعض، هنحط البهارات بعد ما طحنتيها كلها وعجنتيها كلها. معلقة صغيرة مليانة من الكمون، معلقتين من الكزبرة، انا بحب طبعا الطعمية يعني كزبرة فبزود الكزبرة،
ودي بقى الإضافة دي من عندي أنا باحب أحطها لإن بتخلّي ريحة عجينة الطعمية أو بتخلّي ريحة الطعمية في القلي تحفة جدًا. دي نُص معلقة يعني شوية صغيّرين على المعلقة كده حبّهان مطحون، لو أنتِ عندِك حبّهان وطحناه لل لإن أنتِ تطبخي بيه يعني وكده، حطّيها، ما عندكيش هاتي واحدتين 3 حبّهان واطحنيهم كويس على المطحنة ونعّميهم وحطّيهم على العجينة بتاعتِك. وعندي كمان الملح، برضه تضبّطي الملح بتاعِك حسب رغبتِك وحسب كمية العجينة بتاعتِك. بتقلبي كل ده كويس قوي مع بعضه. بصي انا بوريكي السمك بتاع العجينه، هي مش سايله ومش تقيله، يعني تبقى وسط. زي اكيد انتي اشتريتي عجينه من بره او شفت العجينه بره شكلها بتبقى عامل ازاي، فحاولي تخليها توصل للدرجه بتاعه اللي انتي بتجيبيها من المحلات، علشان لو خفيفه زياده عن اللزوم ممكن ما تفكش منك في الزيت. ولو تقيله عادي مفيش مشكله، هتقدري تزوديها ميه وانتي بتعملي فيها بتقلبيها، هتحس ان هي تقيله ممكن تزوديها ميه مفيش مشكله. طيب أنا خدت منها شوية في الطبق علشان هاقليهم معاكِ وهاوريكِ شكلها بعد القلي. طيب هتقولي لي إن المحلات بتحط كربوناتو، أنا شُفت في محلات ومطاعم ما بتحطش كربوناتو، وبتعتمد اعتماد أساسي على الحجر بتاعهم، اللي هي المفرمة بتاعتهم اللي بيعملوا بيها العجينة، بتدخّل فيها كمية هوا كبيرة جدًا. يعني انت اتعبي شوية وانت بتقلبي فيها في الطبق، قلبي جامد، قلبي على قد ما تقدري. يعني اجهديها كده في التقليب، تحسي ان هي ملت الطبق كده واتنفخت في الطبق. انت اعرفي كده ان انت دخلتي فيها كمية هواء كبيرة جدا. الهواء اللي انت دخلتيه فيها ده هيخليها معاكي مفرغة وجميلة وعالية جدا. يعني بُصّي، هتبقى أحلى طعمية معاكِ ومش هتحتاجي إن أنتِ تحطّي كربوناتو. صدقيني أنا شُفت الموضوع ده بنَفْسي وجرّبته، أنا عملت بالكربوناتو وعملت من غير الكربوناتو. اللي أنا مدخّلة فيها هوا كتير ومخلّياها، معلش بتاع السمك عمّال بينده، عفوًا يعني على الصوت. المهم إن زي ما قُلت لكم الهوا اللي أنتِ بتدخّليه في العجينة بتاعتِك هو اللي بيخلّيها تنفش معاكِ وتبقى قابة كده وشكلها جميل. كمان بتبقى في الأكل مش مكبوسة كده ومكتومة في بعضها، لأ بتبقى حلوة جدًا. فأنتِ حاولي تقلّبي فيها كتير أوي لغاية ما تدخّلي فيها كمية كويسة من الهوا. عايزة تحطّي شوية كربونات يبقى شوية صغيّرين خالص على طرف المعلقة وقلّبيهم وأنتِ بس مش على العجينة كلّها اللي أنتِ فرمتيها لأ، وقت التحمير بس، الكربونات وما تحطّيهاش وبعدين تفرّزيها في الفريزر، هتلاقيها اسودِّت معاكِ جدًا ولونها عمل زي البتنجان كده لمّا تكوني قاطعاه وتسيبيه في الهوا بيتأكسد كده وشكله بيبقى مش حلو خالص، هترميها مش هتقدري تعمليها. يبقى انت العجينة اللي هتحطي عليها كربوناتو دي العجينة اللي هتتقلي فورا، ما تحطيهاش في الفريزر وهي عليها كربوناتو. تمام كده، دي كل الحاجات اللي انا عايزة اعرفها لك عن العجينة وانت بتعمليها. زي ما قلت لك مش لاقية الكربوناتو او مش عارفة تحطيه او تجيبيه منين، خلاص ممكن تحطي كام عود من الكزبرة، بس يا ريت بلاش يعني ايه اللي هي، يعني خدي الجزء اللي من فوق، بلاش الجزء اللي من ورا اللي هو اللي فيه العصيان ده عشان ما تبقاش ما تعكسش معاكي وانت بتفرمي، وتبقى إيه يعني متعبة معاكي في الفرم على الخلاط، تقعد تلف على السكاكين بتاعة الخلاط وتضايقك. خليكي في الجزء اللي من فوق بيبقى قطرة والورق بيتفرم بسهولة. انا قليتها بايدي وحطيت عليها سمسم. مش حابه ان انت تعمليها بايديكي، ممكن تعمليها بالجنب بتاع السكينه وتعمليها زي الصوابع، او ممكن تعمليها بجنب المعلقه وبرده تاخدي كده بجنب المعلقه وتحطيها، برده بتبقى كويسه جدا بالطريقه اللي انت حابه تقليها اقليها. المهم هتعمليها في البيت بطريقه موفره جدا. بصي الطبق ده لو انت حبيتي تروحي تشتريه شوفي هتشتريه بكام، عملناه في البيت بكل سهولة وبساطة. كيلو الفول المدشوش هيرمي معاكي كمية حلوة جدا، هتوفر معاكي كتير، هتغنيكي في فطار في غدا، ممكن في عشاء قصدي، ممكن في غدا تعمليها مع مثلا مع بيض مع بتنجان مع مش عارفة، يعني هتحبشي كده تحبشي وتعملي يوم غدا شعبي. حلوة جدا. في اي وقت هتطلعيها من الفريزر مش هتحتاجي ان انت تنزلي ولا تجيبي.
يا ريت بقى لو انتوا وصلتوا معايا لغايه هنا تعملوا لي لايك للفيديو وشير وسبسكرايب، ولو انتوا مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. عايزه اقول لك كمان دي بقيه العجينه اللي طلعت، اللي اتبقت معايا. طبعا انا خدت شويه بس عملتهم، فطرنا بيهم. ودي الباقي حطيته في الاكياس زي ما انت شايفه. بص الكيس، بص الكميه بتاعه الكيس كبيره قد ايه، حلوه، هتعمل معاكي كميه قد ايه. دي هتحطيها بقى في الفريزر فوق بعض كده، علشان بس انا يعني زي ما انت شايفه كده، انا زي ما انا فرداها كده هحطها على صينيه وهحطها في الفريزر، بحيث ان هي لما تتجمد هتبقى زي كده، يعني مفروده كده ومتبططه كده، علشان لما اطلعها بكل سهوله تفك بسرعه معايا، وفي نفس الوقت ما تاخدش معايا مكان في الفريزر. كميه كبيره جدا، كميه حلوه جدا وموفره. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.